بالفيديو شاهد جلالة الملك يفاجئ الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر مقدم أخبار قناة الجزيرة بعد وصوله للمغرب بعد طرده من قناة الجزيرة بسبب الجزائر، والملك يعلن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت تدعم البطل والصحفي النزيه عبد الصمد ناصر فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة. للأسف أعلنت إدارة قناة الجزيرة القطرية رسميا طرد الصحفي ومقدم الأخبار المغربي عبد الصمد ناصر بعد سنوات من عمله في هذه القناة، وذلك على خلفية نشر تدوينة في تويتر يدافع فيها عن المرأة المغربية بعد تعرضها للهجوم وإساءة من طرف التلفزيون الجزائري. لكن ما هز العالم هو ما قام به جلالة الملك بعد وصول عبد الصمد ناصر للمغرب، حيث قال رواد التواصل الاجتماعي بأن جلالة الملك قد استقبل عبد الصمد ناصر استقبالا في المستوى بالحليب والثمر، وتناول معه العشاء في القصر الملكي. وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة عفوية يظهر فيها عبد الصمد ناصر وهو يتناول العشاء بجانب جلالة الملك ومولاي الحسن، وقد عبر عن فخره بشجاعة وحنكة الصحفي النزيه عبد الصمد ناصر ودفاعه عن المرأة المغربية، مؤكدا على أنه سيسانده في محنته ماديا ومعنويا ولن يسمح بأن يضيع حقه بهذه الطريقة، لأنه قال كلمة حق. وفي النهاية إذا كنت سعيدا بما قام به جلالة الملك فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة.